وانا بقلب في الانستجرام من كام يوم لقيت الانيميشن ده بصراحة عجبني جدا، فقلت ايه ان شاء الله انا هعمله، بس هعمله بالعربي وفي نفس الوقت هعمل عنه شرح وانزله عندي على القناة. ان شاء الله تكون بداية رجوع للقناة تاني، وان انا انزل شروحات اكتر عن مونتاج الريل سواء انستجرام او في اي حتة وستايلات مختلفة. وان شاء الله بعد تشجيعكم ليا استمر فيه. يعني ايه اشجعك ازاي؟ اول حاجه هنعملها ان احنا نعمل نيو كومبوزيشن. ممكن نعملها بنفس ريزولوشن الريل 1080 في 1920. اول حاجه هي الباك جراوند. هنعمل الباك جراوند، هنعمل نيو سوليد، اي لون مش هتفرق. بعد كده هنحط عليها تاثير الجريدينت رام، هنخلي دي راديال رام، هنجيب دي هنا كده. بعد كده نخلي اللون ده ازرق كده، واللون ده ازرق برضو بس اغمق شويه. وممكن نظبط الحته دي بحيث انها تكون بنفس الطريقه دي كده. دي الخلفية. تاني حاجة هنعمل الانيميشن ده اللي هو في الجناب ده. اول حاجة هنعمل برضو نيو كومبوزيشن، بس هنخليها 1920 في 1080. بعد كده هنيجي هنا على الريكتانجل تول، هنجيب الدايرة، نعمل دايرة حلوة كده. لكن نخلي كنترول الت هوم عشان نعملها في النص، بعد كده كنترول هوم تبقى في النص. هنشيل منها الفيل ونزود الستروك، يعني نخليه مثلا 10 أو 12. بعد كده هنجيب دي، أهم حاجة تكون مش ضاغط على دي عشان ما يعملش ماسك عليها نفسها. هنخلي الفيل أبيض، نيجي هنا نعمل مربع صغير كده ونزود الروتيشن. أول حاجة هنعمل كنترول ألت هوم عشان يبقى الأنكر بوينت في النص، نلف كده. تمام، هنظبطها هنا كده اهو. بعد كده شيفت دي ونظبط مكانها هنا، نعملها روتيشن برضه عشان ايه تظبط بالشكل ده، وهكذا. كنترول دي، نيجي هنا روتيشن. بعد كده هنربط ده كله بدي، بحيث ان احنا لو حركنا هي كلها تتحرك مع بعض. نعمل هنا كي فريم ونيجي هنا خليها كده، خليها تدور مرة واحدة. تمام. ممكن نحط عليها بقى ايه الديب جلو، نعمل ريكوايرد فور تكست ونقلل الاكسبوجر ونسيبها كده او نزود شوية. تمام. بعد كده هناخد هنا الايفكت ده وهنعمل كوبي على كل حاجة، وممكن برضه نحطها هنا. بعد كده هننزل الكومبوزيشن ده، ممكن نغير اسمها نخليها دواير. هناخد الكومبوزيشن هنا كده، نحطه كده هنا، بعد كده هنا هيطلع معانا كده. ممكن نخليها مثلا نغير البلند مود نخليها اوفرلاي تقريبا برضو كده. آه. كده خلصنا الانيميشن الاولاني. نيجي بقى للانيميشن التاني اللي هو دي. اول حاجة هنجيب الريكتانجل تول، بعد كده هنعمل دي هنا كده، نزود الراودنس، ممكن نزودها من هنا، ونحط عليها برضو افكت الجريدينت رام. نجيب دي هنا، نجيب دي هنا كده، ممكن ننزلها تحت بالشكل ده كده. وعشان الإضاءة اللي في الحواف دي، أول حاجة ممكن نحط عليها دروب شادو، نزود الديستانس، بعد كده نزود السوفتنس، هتطلع معانا بالشكل ده كده. نحط عليها افكت اللايت سويب، بعد كده نزود الويتس، نزودها شوية ونقلل الانتنسيتي. تمام. والايدج انتنسيتي نزودها شوية بحيث ان هي تكون لامعة في الحواف كده، عشان بس كنترول الت هوم بحيث ان الانكر بوينت تكون في النص. وعشان نعملها الانيميشن اللي هو ده،
هنجيب هنا نعمل كي فريم على البوزيشن، بعد كده نتك شيفت تي عشان نعمل كي فريم في الاوباسيتي، وهنقدمهم قدام شويه كده مده الانيميشن اللي احنا عايزينها، وهنيجي هنا نروح منزلين شويه تحت، بعد كده هنخلي الاوباسيتي 0 بحيث انها تطلع بالمنظر ده كده. طبعا هنعمل لها ايز F9 ونخليها بالشكل ده كده. بعد ما خلصنا الريكتانجل وظبطنا الإضاءة هنعمل لها دوبليكيت 5 مرات، 1 2 3 4 5 6. شيل دي، ممكن نحددهم كلهم كده ونعمل دي كده بحيث ان هما يتظبطوا. ممكن بقى نظبط الجريدينت رام. آخر انيميشن معانا الخط ده، هنيجي هنا وبعد كده هنجيب البن تول نرسم خط كده اهو، بالطول. بعد كده هنشيل الفيل، نزود الستروك نخليه مثلا 10. حلو 10. ممكن نغير لونه عشان ما يخوتناش، نخليه مثلا أصفر، وهنغير اسمه لاين، نطلعه فوق شوية هنا، نظبط الأنكر بوينت في النص، بعد كده نعمله دوبليكيت، نشيل السكيل خليها كده، وبعد كده هنزود الستروك شوية. وانت بتطلعه لفوق لازم تتك على الشيفت عشان يفضل ماشي في خط مستقيم لحد هنا كده، لحد أول تكست. هنيجي هنا وبعد كده هنتك على البوزيشن، نعمل كي فريم بحيث ان هو ينزل مع أول فريم، ينزل كده تمام. دي كده هنيجي عند تاني فريم هنا، وقت ما يظهر هنعمل كي فريم وينزل. طبعا عشان يمشي بطيء هنعمل كي فريم ايز، ونجيب كل الكي فريمز دي ونظبطها بالشكل ده بحيث ان هو يبدأ بطيء بعد كده ينتهي بسرعة. ممكن نزود ده كده، نزود السكيل شوية كده اهو كده تمام. بعد كده هنيجي هنا مثلا نعمل ديب بلو بحيث ان هو يبقى لامع كده شوية، نعلم على دي تمام. كذلك الأمر على الخط ده. بعد كده هنيجي للمرحلة التالتة واللي هي التكست. تاني حاجة هنعمل هنا كنترول دي، ننزل هنا بحيث ان التكست يكون ظاهر هنا، نظبطه في النص كده، وانت ضغط على الكنترول تحرك البتاع، تحرك التكست هيتظبط في النص هو اوتوماتيك لوحده. اربط كل تكست بالشيب لاير بتاعته كده بحيث ان هو يظهر معاها كده بالشكل ده كده. وهناخد الكي فريم بتاعت الاوباسيتي نخليها هنا اهو كده بحيث ان هي تظهر بالشكل ده. هنكرر نفس الكلام هنا. ممكن برضو نحط افكت الفينيت، سي فينيت. في النهاية لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وإن شاء الله تستنى فيديوهات تانية إن شاء الله هنزل فيها شروحات تانية. إن شاء الله هسيب لكم مشروع الملف ده إن شاء الله في الديسكريبشن. Peace out. دمي